هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. من بعد الفيديو اللي فات اللي كنت عامله فيه الطرحه كده، وانتوا كلكم قعدتوا تقولوا لي ان الطرحه كده شكلها احلى، فشكلنا يا جماعه هنعتمدها الفتره الجايه. مش عارفه، حسيت تغيير كده، على طول بلبس لا اما لوس لا اما اللي هي التلبيسه، بس كان بقالي كتير قوي ما لبستش الطرحه اللي هي بتتلف كده دي، فانتوا شجعتوني الصراحه، وشكلنا هنعتمدها الفتره اللي جايه. المهم حبايبي، النهارده الفيديو بتاعنا انبوكسنج، جبت حاجات جديده من عند شي ان بمناسبه الربيع. بما اننا يعني لسه في الشتاء فبنحضر للربيع من دلوقتي. الشيبمنت دي مختلفه شويه لان انا عديت على براندز كتير جوه ابلكيشن شي ان، يعني مفيش براند ما جبتش منها قطعه. صراحه عندي هاي اكسبكتيشن للقطع اللي انا جايباها، لان فعليا كان شكلهم على المودلز قمر، فيا رب شكلهم يبقى عليا حلو كده زي ما هو حلو على المودلز. ما تنسوش قبل ما نبدا الفيديو تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه والقناه التانيه بتاعت الفلوجز، وكمان تعملوا لي فولو على انستجرام، واكيد في كود خصم هتلاقوه موجود على الشاشه هيديكوا خصم اضافي لو طلبتوا اي اوردر من عند شي ان. وبس كده يا حلوين، يلا بينا على طول نبتدي. اوكي حبايبي، ده شكل الصندوق. الصراحه انا مش قادره اشيله، يعني بصوا هو ما شاء الله كبير وتقيل ومليان قطع كتير قوي. النهارده ما صورتلكمش وانا واقفه لاني انا لسه قايمه من عيا، فما عنديش طاقه شويه، فهنصور واحنا قاعدين، وساعه الستايلينج بقى يحلها الف حلال. فيلا خلينا نحط الصندوق ده على الارض ونقعد احنا هنا على الكرسي. بعد ما لبسته وتقلت حاسه ان الجو حر قوي بطريقه مش طبيعيه. اوكي، هنبتدي باول براند جوه شي ان، وهي براند موتيف. خليني اوريكم خدت ايه من عند موتيف. موتيف من البراندز اللكشري قوي جوه الشي ان، فتلاقوا كل حاجه كده شيك ومتغلفه وحلويات. بالله والله انا مش عايزه افتحه، يعني مش عايزه افتحه من الكيس من حلاوته. خليني ارجع لورا كده شويه. هو عباره عن بليزر كده لونه سكري. ميبي انا كنت فاكراه ست، يعني ميبي مش عارفه، بس ده بليزر صراحه. القصه بتاعته من هنا شكلها يجنن، لان فيها زي كسر كده. انا مش عارفه ممكن تكونوا شايفينها ولا لا، بس هحط لكم صورتها على الموديل وشكلها عليا عشان تشوفوا عامله ازاي. بحب القصات بتاعه موتيف لان هي شويه بتيجي عامله شيب للجسم، فبتخلي شكل الجسم حلو قوي. وموتيف من اشهر الناس اللي اللبس بتاعهم كده اليجنت، فاهمين اللي هو لا شيك بصراحه. والزراير بتاعته كمان دايما بتكون مختلفه. بصوا شكل الزرار يا جماعه عامل ازاي، تحسوه كده حته رخام لونها اخضر. الماتيريال حلوه قوي. اوكي، انا دي فاكراها، دي سكيرت وتوب تقريبا. دي سكيرت لونها زيتي وطويله، يا رب ما تجيش قصيره عليا، نفسي البس سكيرت قوي. ده شكلها من براند مش مكتوب اسم البراند، بس مكتوب هنا كاليفورنيا ديزاين. اوكي، بس الماتيريال حلوه قوي. بصوا هي ربيع قوي يعني. وجاي معاها توب، ده شكله هو كروب توب تقريبا، مش كروب اللي هو على الكمر بالظبط. خليني اشوف هعمل له ستايلنج ازاي، بس اكيد يا جماعه اكيد هو مش لابس كده. فانا عندي كوت لونه زيتي، حاسه هيبقى حلو، او ممكن اكسره ببيج باسود، لسه مش عارفه الستايلنج هياخدني لفين يعني. بس الماتيريال بتاعته حلوه قوي، والكم بتاعه طويل قوي شكله كيوت. ده ايه ده؟ برضو حاجه طريه. اوكي، ده مكتوب عليه حاجه بالعربي، لا استنوا، بصوا ده زي بانس او ليجن، تمام، لونه اسود بس في زركشه كده. خليني اقرب لكم، بصوا عامل ازاي، يعني كأن في خطوط كده بارزه. اوكي، هو ليجن يعني، بس مكتوب عليه كلمه هنا patience او الصبر worth the wait، مش عارفه، بس بصوا انا اول مره الاقي حاجه في شي ان مكتوب عليها بالعربي. انا بيبقى عندي ساعات كتير هدوم طويله قوي، فبيبقى بتتلبس على ليجن وبوت، بيبقى شكلها حلو قوي. فخليني اشوف ممكن البس البنطلون ده ازاي. يا جماعه بيجوا مغلفين الحاجه تغليفه حلوه قوي. اوكي، ايوه البليزر ده عجبني قوي على الموديل. مبدئيا هو قصير قوي قصير قوي بجد، بس شيك. حسيته بيس ممكن لو اتحطت على حاجه طويله هتبقى حلو، وممكن تقلش بصراحه، مش عارفه لسه، خليني اشوف. بصوا يا جماعه، هو كروب كده بليزر. الزرار بتاعه شكله يجنن، الكم بتاعه زي القمر. بصوا الحلاوه، بصوا يا جماعه الجمال. اكيد هحط لكم صورته على الموديل. بصوا الزراير بتاعته حلوه ازاي، والماتيريال كمان تجنن. هو كروب يعني
صغنون. فتقولوا لي يا دعاء ممكن تلبسيه ازاي؟ اقول لكم اقسم بالله وانا قاعده على الكرسي ده ما عنديش اي فكره انا ممكن البسه ازاي، بس اكيد هنلاقي له حل. بس هو عجبني يعني ما قدرتش اعمل له سكيب. لما بنقي قطع من عند شي ان ساعات كتير قوي ما بتكونش ذوقي، يعني ده اعتراف، يعني ساعات ما بتكونش ذوقي خالص، بس بجيبها ميبي تكون ذوق حد تاني، فما يشوفها عليا يتحمس ويجيبها. يعني لازم اجرب ذوقي وذوق غيري، عارفين؟ ميبي مثلا البليزر ده ما يظبطش عليا، بس ميبي بنوته تانية عندها حاجه هتفت قوي على البليزر ده، فاهمين؟ دايما حتى بحاول ان انا اخرج شويه بره الكومفورت زون، اعدي كده فاهمين، المس كده بسيط، بعد كده اروح راجعه تاني، بس عشان انتوا تشوفوا حاجات مختلفه بس مش اكتر. ده برضو من عند موتيف، انا جبت حاجات كتير قوي من عند موتيف فيه، بس باين ان ده تقيل، يعني مش تقيل، باين انه فخم. خلينا نشوف. انا بس عايزه اوريكم التطبيقه وشكل الحزام يوحي بشكله. يعني ده اعتقد زي ترينش كوت لونه بيج. عندي حاجه شبه كده من عند موتيف، بس الشكل ده لا مش عندي، فشكله كيوت. الزراير يعني حكايه. بصوا الزرار شكله عامل ازاي، مش عارفه انتوا شايفينه ولا لا، شكله عامل زي الرخامه كده، حلوة قوي. والحزام بتاعه كمان التوكه بتاعته خطيره وتجنن، وهو قصير يعني مش هيبقى طويل، بس صراحه شكله شيك قوي. والقصه بتاعت من هنا دي رائعه، اعتقد انه يبقى شكله حلو عليا. خلينا نجرب ونشوف. القطعه دي خفيفه قوي زي ما يكون جواها ورق، ما عنديش فكره. اوكي افتكرتها. اوكي دي زي بلاوز، شايفين شياكتها بجد والله العظيم. انا عندي بليزر شكله كيوت كده، حساها عليه هتبقى بيرفكتو، يعني من تحت الهدوم كده حساها هتبقى بيرفكتو، فجبتها عشان كده الصراحه. حساها يبقى شكلها حلو، فيا رب يبقى شكلها حلو كده وانا بعمل لها ستايلينج. بس عجبني قوي شكل الرافلز اللي من هنا، لا بجد خطيره. بس استنوا يا جماعه، انتوا ما خدتوش بالكم النهارده ان الميك اب شكله مختلف؟ يعني الطرحه مختلفه، الميك اب مختلف، حاطه عدسات. خدتوا بالكم من العدسات ولا ما خدتوش؟ لا اوعوا بجد تقولوا ان انتوا يعني مش باين لكم المجهود. لا استنوا اقرب يا جماعه، بصوا باين المجهود ولا مش باين بامانه؟ مع ان الميك اب ده ما خدش اي وقت، بس شكله حلو. انا حاسه ان شكلي حلو النهارده والله بجد. يلا خلينا نرجع لورا تاني ونفتح الصندوق. ده بنطلون، البنطلون ده عجبني قوي على الموديل، بس في نقطة، البنوتة ما عندهاش بطن الولادة، انا عندي بطن الولادة، فمش عارفة الموضوع هيبقى لطيف عليا ولا لا. بس عجبني قصة البنطلون ده، واول ما نزلت موضة انا رحت جبت منه بنطلون اسود، بس دلوقتي بقى ضايق عليا قوي. انا بتخن، انا عمالة بتخن مش عارفة في ايه. بس عجبني ده انه مش نازل ماسك على الجسم، لان انا لما جبت القصة دي او الشكل ده قبل كده كان ماسك قوي على الجسم. ده كان واسع، شكله على البنت واسع، فيا رب يجي عليا هو كمان شكله واسع، بس رجله كبيره ما شاء الله فمش هيجي ضيق. فام سو اكسايتد، بس عجبني شكله قوي. والماتيريال بتاعته كلاسيك زي البنطلونات الكلاسيك بتاعت البدل. اوكي البنطلون ده انا يعني كنت مستنياه بطريقه مش طبيعيه من كتر ما البنطلون شكله حلو قوي. يا رب يطلع عليا حلو، لان البنت كانت قد كده، يعني قد فكرني بنفسي زمان والله. فيا رب يطلع حلو عليا زي ما هو حلو عليها. القماشه بتاعته قطيفه، مش قطيفه صوف ناعم، عشان بس اكون يعني بوصف لكم الموضوع بالظبط. هو كلاسيك زي ما انتم شايفين، الوسط ده مقلقني شويه حاسه مش انا يعني. بس استنوا، في حركه بيقولوا عليها على الانترنت وكده، ان احنا نجرب ياقه البنطلون على رقبتنا، لو قفلت يبقى مقاس وسطنا. امشور ان ده مش هيقفل، فتعالوا كده نشوف. لا احنا بعاد قوي يا جماعه والله، شكل المقاس مش هيظبط عليا. هو ده دايزي؟ لا دي براند اسمها فريفل تقريبا، وجايبه منه مقاس لارج، بس مش عارفه حاساها هيبقى ضيق. خلينا نشوف برضو، مش هنحكم، خلينا نشوف. ميبي يدخل ميبي. طبعا بيج، الدولاب كله بقى بيج بجد، يعني موضوع البيج ده زاد قوي عن حده. ده اوكي انا فاكره ده زي شيرت كده اوفر سايز، عايزه البسه على ليجن، فخليني كده اوريهولكوا. اوكي ده شكله كده، الكم بتاعه هو واسع بس تلت، فميبي البس عليه قميص او حاجه زي كده، ومعاه هودي كبير قوي. بس مش حاسه برضو ينفع خروج. اقول لكم ليه، يعني هقول لكم دلوقتي ليه مش حاسه ينفع خروج. ده شكله هو بيسك وكله بيج. اولا الخياطه اللي في النص دي بتضايقني جدا، ما بحبهاش، القماشه اللي بتبقى متخيطه من النص كده، غير شكل الخياطه ده
انا ما بحبوش. عارفين اللي اسمه سرفله، بيبقى الهدوم متسرفله كده، الشكل ده ما بحبوش خالص. فميبي برضو هيتلبس في البيت. لا مش عارفه جامب سوت ولا سات، لا تصدقوا سات، بس شكلها حلو قوي. واعتقد ان لو في بنات يعني بتلبس لبس طويل قوي هيحبوا قوي السات دي. اولا فيها هنا بادج كده لونه اسود مخلي شكله مع الزيتي خطير، وده شكلها كده بسوسته، والسوسته لغايه الاخر شايفين هي طويله ازاي ما شاء الله، محتشمه جدا. والكم بتاعها فيه استك من هنا، وبيجي معاها لا ما شاء الله محتشمه جدا يعني. حلو بما اننا داخلين على رمضان. ومعاها بانس، بس البانس واسع، رجليه واسعه واسعه، شايفين الرجل قد ايه. والستايل بتاعه باجي كده شويه فيه جيوب، هقيسه اكيد وهتشوفوا شكله. ومن هنا ممكن تكشكشي ده كده، اوكي، تكشكشي البنطلون او تفردي as you like. فالصراحه حاساها ست خطيره. وعلى فكره برضو الجاكيت من ورا فيه برنت برضو كبيره كده. كل مره بعمل انبوكسنج ببقى قبلها منضفه الاستوديو ومخليه زي القمر. لو جيتوا شفتوا الكيس والورق اللي مرميه في كل حته يعني هتزعلوا، انا زعلانه اصلا. تعالوا نشوف دي ايه. اعتقد ده بانس، اوكي، او بنطلون صيفي بحت. اوكي ده من براند اسمها شيان نيو او نيو اللي هو جاي من النيون شويه، ان هو فيه لمعه. هو البنطلون الماتيريال بتاعته ساتن كده، عارفين اللي هي مش ساتان، هو ليكرا بس فيه لمعه نفس لمعه الساتان. البنطلون رجليه واسعه واسعه واسعه، شايفين قد ايه. عارفين الستايل الصيفي البوهو ده، عارفينه. ومن هنا كده استيك. ام سو اكسايتد لانه الصراحه شكله حلو، بس اي ثينك ان انا لازم البس حاجه من تحتيه لانه خفيف. اوكي ده فستان لونه بيج. الجزء اللي فوق ده عامل شويه زي عش النمل، بس مش عش نمل، مش عارفه اوصفها لكم ازاي، بس زي ما انتم شايفين كده النص اللي تحت بتاعه لونه بيج. ده حسيته على جاكيت جينز هيبقى شكله حلو. لسه مش عايزه احط توقعات، بس انا حسيت كده مش عارفه. وده شكله اي ثينك ان انا لو لبسته هلبسه بالعكس، يعني هلبس ظهره قدام ووشه ورا عشان الفتحه الاوفر اللي موجوده من قدام دي. بس ده شكل الفستان. اتمنى انه يجي مقاسي، خلاص يا بني ادمين تعبت. اتمنى ان يجي طوله مقاسي، لان انا اليومين دول مضروبه في الفساتين، مش عارف كل ما اجيب فساتين بتطلع قصيره قوي. انا اصلا يا جماعه الشيبمنت بتاعت عبايات رمضان اهي، يعني هي الفيديو اللي جاي انا خايفه افتحها خايفه البس العبايات تطلع قصيره والله اتقهر. بس انا عامله حسابي ان انا بعد ما انزل اخلص الفيديو ده هنزل اجيب اللي هي المكملات بتاعه الفساتين، اجيب اسود وبيج وفوايت وايت، عشان لو واحد فيهم قالش البس من تحتي اللي هي المكمل فيبقى شكله حلو، عشان ما اخسرش العبايات. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يطلعوا مقاسي. فادعوا لي واستنوا الفيديو. يخرب بيت البيج، يخرب بيت البيج، انا مخي كان فين انا وانا كميه البيج اللي بشتريها دي. اوكي دي اي ثينك انها سيت برضو، ست بنطلون كده لونه بيج باستك من هنا. انا بحب قوي الباستيك يا جماعه، سهلوها علينا عشان الناس اللي عندها بطن ما تتاذيش. اوكي وانا مش هروح اعمل نحت، انا بخاف من العمليات. المهم ومعاها زي بلازر بس في اوبليتات. انا بكره الاوبليتات دي قوي قوي، بس يعني ماشي معلش. اوكي بيجي معاها بلازر كده، اعتقد ان هو مش هيبان بس في اللبس هيبان قوي. بصوا ده شكله. انا لازم بعد كده وانا بعمل اوردرات من عند شي ان حد يبقى على جنبي، ليه؟ عشان يقول لي كفايه بيج، كفايه بجد. لا ده مش طبيعي ده. دي يا جماعه سالوبيت. انا بقالي كتير قوي ما لبستش السالوبيت، بس عجبني في السالوبيت دي ان هي قماش وكده شكلها كيوت. انا مهما اوصف لكم هي شكلها كيوت، فاكيد هقيسها واوريكم شكلها عامل ازاي. بس عجبني ان البنطلون بتاعها واسع، فحاساها هتبقى شكلها حلو قوي. يا رب بجد تيجي زي ما هي في خيالي يا رب. استنوا ده في حاجه شكلها شيك. اولا حزام كده، وده ستان، ده شكله كيوت. اوكي دي الست مش عارفه. تصدقوا استنوا، لا جامب سوت. اوكي ده جامب سوت كده يا جماعه. كاب، تقولي لي يا دعاء انت جبتي ليه كاب؟ اقول لكم ما اعرفش، بس ميبي البسها على القميص مفيش اي مشكله، يعني مفيش مشكله البسها على القميص. وهي جايه كده فيها زي رافلز كده من هنا، والبنطلون الخطوط بتاعته بالطول فهيرفع، بس الماتيريال بتاعتها حلوه قوي. وهي بصوا جايه مخططه كده، مش عارفه هتشوفوا ولا لا طبعا عشان الاضاءه، بس هي مخططه كده والخطوط اللي فيها ذهبي. فاعتقد دي هتبقى ممتازه لو انت عندك كاتب كتاب بالصبح، هيبقى خطير يعني.
اثينك انها هتبقى حلوه قوي. البنطلون ده حسيت الستايل بتاعه تشاينيز شويه فحبيت، يعني قلت خلينا اجرب، مش هخسر حاجه. ده شكله كده تشاينيز قوي يعني، بس عارفين حاسه ان الكسرات اللي هنا دي هتعمل بطن اكتر، لان انا كان عندي حاجه شبه كده وكنت حاسه ان هي عامله لي بطن اكتر او بارزه البطن عندي اكتر. بس عجبني الستايل بتاعه عامل زي السكيرت كده، شايفين واسع واسع. بصوا جمال البنطلونات يا جماعه، انا بحب البنطلونات الواسعه دي قوي، بتخلي شكلي حلو. فخلينا كده نشوف شكله عامل ازاي. دي سات برضو، واعتقد سات طويله. انا جبت كذا سات طويله عشان البنات اللي بتحب اللبس المحتشم الطويل، ربنا يهدينا كلنا يا رب. ده شكلها كده، هي لونها كحلي، الكم بتاعها بصوا عامل ازاي، حلوه قوي. اوكي، وهي شويه مضلعه كده او فيها كأن فيها عش نمله، عايزه اوريكم عشان تبقوا شايفين. ده شكلها كده اوكي، وطويله زي الفستان بالظبط، فستان يعني، هي مش كارديجان، هي فستان تمام. ومعاه بنطلون من تحتيه. اعتقد هي هتبان اكتر في اللبس، بس حاساها هتبقى شكلها شيك جدا يعني، حلوه ان انا اروح اجيب دي من الحضانه اروح السوبر ماركت، حاساها عمليه الصراحه. بصوا الجمال، لا بجد عجبتني يعني. خليني اقيسها واوريكم شكلها احسن يعني، هتحسوا الموضوع الطف. دي سات، جبت لكم ساتس كتير قوي الصراحه، بس حط عليها اكسبكتيشن عاليه، يا رب تطلع حلوه زي ما انا متخيله. اوكي، ده البنطلون، هو ليجن اللي هو عامل زي بنطلونات الرياضه، وفي بادج كده من هنا. بس هقول لكم على نقطه عشان انا اتضايقت دلوقتي، انا اتضايقت. اوكي، وده الجاكيت بتاعها، شايفين كده، طبعا هو اسود ممكن ما يبانش قوي، وفي هنا استك، وده شكل الرقبه بتاعته فيها علامه من هنا كده. بس انا عندي سؤال بجد والله العظيم، انا عندي سؤال، ليه الماتيريال بتاعت البنطلون مش نفس الماتيريال بتاعت الجاكيت؟ يعني ده كده شويه بوليستر شويه، وده ليكرا. انا عارفه فكرتهم ان هو يبقى حاجه من فوق وكأن عليه بنطلون رياضي من تحت، بس انا مش مرتاحه. على فكره انا كان نفسي السات دي تبقى حلوه وتظبط، انا هقيسها طبعا، هي ممكن تكون باينه من بره ان هي شكلها حلو، بس ليه الماتيريالز مختلفه؟ على فكره انا شكل الماتيريال المختلفه بشوفها، يعني لو حد لابس بنطلون نفس لون السويت شيرت مثلا والماتيريال مختلفين، انا عيني بتشوفها، فهبقى متضايقه قوي. ليه ده يجي ليجن وده يجي كتان، او كنت صراحه عايزاه يبقى حلو. وبس كده حبايبي يا حلوين، دي الحاجات اللي انا جبتها للسبرينج او للربيع من عند شي ان. استنوا الفيديو الجاي ان شاء الله، هيكون الحاجه بتاعه رمضان. ام سو اكسايتد ان انا بقى نلبس عبايات بقى والجو ده. ام سو اكسايتد. يا رب القطعه تكون عجبتكم واكون عملت لها ستايلنج حلو. اكيد كان موجود على الشاشه صوره القطعه على الموديل وشكلها عليا، وكمان الكود اللي سهل تلاقي بيه القطعه على ابلكيشن شي ان. كل اللي بتعمليه ان انت بتاخدي الكود اللي انا حطاهولك تحت الصوره وبتحطيه في السيرش بار اللي موجود على ابلكيشن شي ان، وبتعملي سيرش بيجيب لك القطعه بالظبط بنفس اللون اللي انا واخداه. ودي اسهل طريقه تلاقي بيها القطع، احسن كمان من اللينكات. بس برضو انا يعني ما بحرمش حد من حاجه، بحط لكم اللينكات تحت في برضو الديسكربشن بوكس. وبس كده حبايبي، استنوني الفيديو الجاي ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه والقناه الثانيه بتاعت الفلوجز، وكمان تعملوا لي فولو على انستجرام. وعايزه مدح هائل بقى النهارده للطرحه والميك اب، وقولوا لي يا دعاء انت كنت زي القمر وحلوه وسكر وكل حاجه. وبس كده حبايبي، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.